شفنا كيفاش داروا تبهدل، داروا فضايح في المغرب، طردوا من المستشفيات في الأردن، في مصر، في تركيا، في عدة دول. كاين ولات قضية مداواة ومعالجة جرحى ما يسمى بجرحى الثورة، ولات أسلوب من أساليب النهب لدى المسؤولين الليبيين. اللي ما يحتاجش علاج يروح يعالج، واللي يحتاج علاج ما يروحش. وحتى الذي يسعفه الحظ بالفعل من جرحى الثورة الليبية ويروح يعالج كانوا يسمحوا فيه، يخلوهم. شفناهم كيفاش كانت صور ولقطات مصورة، يعني مشاهد فيديو، شفناهم كيفاش كانوا يترموا في الأزقة وفي الشوارع. هذا من جانب آخر كنا شفنا كيفاش شهدت مدينة بنغازي ربما قبل نحو 3 أشهر على ما أظن، لما غاضبين ليبيين اقتحموا مقر محكمة بنغازي على ما أظن، وحاصروا مصطفى عبد الجليل. وكنا شفنا كذلك الغوقة كيفاش لما اعتدوا عليه، وشفناه كيفاش يبكي يقول واش درت لكم. كنا شفنا هذه كلها أمور توحي بوجود غليان، وتوحي أكثر من غليان، توحي بوجود ما نقولوا احنا يعني خيبة أمل في الثورة. لكن المشكل اليوم أنه المسؤولين وقادة وحكام ليبيا الجدد كلما يجدون أنفسهم في مواجهة الداخل الليبي يطالبونه بتحقيق ما قدموه من وعود، يلجأ حكام ليبيا الجدد إلى افتعال مشاكل مع دول الجوار ومنها الجزائر. أقول بصراحة افتعال مشاكل من خلال التذكير بمطالب قديمة سبق أن فصل فيها. كل ما تكون شفنا على مرتين أو 3 أو 4 مرات، كل ما حكام ليبيا الجدد يواجهون غليانا وثورة في الداخل الليبي يخرج واحد من المسؤولين وقال نطالبوا الجزائر يسلمون عائلة كانما عائشة القذافي قادرة يتخوفهم، كانما قادرة تقلب النظام. ما هي مرأة ولية كما نقول احنا بالدارجة. ما تقدر دير والو، راهي هنا في الجزائر وعندها شروط تاع الإقامة تاعها. يعني هي محاولة يعني لذرة العينات ولتهدئة الأوضاع. يعني ككلمة أخيرة، يعني كيف يعني ترون مستقبل ليبيا يعني في خضم كل هذه الأحداث المتسارعة؟ الكلمة الأخيرة أريد أن أوجه أيضا كلمة أخرى، أن وزير المالية الليبي حسين زقلام صرح شخصيا وقال الأسابيع القادمة سوف يعلن بنك ليبيا المركزي إفلاسه تماما. والآن الشعب الليبي في حيرة من أمره. نرصد أخبار عديدة على جميع الصفحات أن ليبيا تبرعت ب 16.6 مليون دولار إلى الحكومة السورية. نحن ليس لنا علاقة بالجبهات الأخرى وبالثورات الأخرى. نحن كليبيين ندافع عن أنفسنا وندافع على المبدأ الذي نحن عليه. وهذه الحكومة، وأتمنى من الله العلي العظيم أن ما تصيرش كارثة في الأيام القادمة، لأن هبة الفيضان القادم لا أستطيع أن أشرحها إلى الشعب، ولذلك أتمنى يا الشعب الليبي العظيم من هذا المنبر أحييكم وأقول لكم الفيضان القادم بإذن الله، وأحييكم إن شاء الله. شكرا لك سيدي. إلى هنا يكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، ونتمنى أن نكون قد أجبنا على بعض التساؤلات ورصد ما يحدث في ليبيا سنة بعد سقوط نظام القذافي. لا يسعني إلى أن أشكر ضيفاي الإعلامي باسم الهاشمي يصول المتحدث باسم القبائل الليبية الشريفة من ليبيا. شكرا على استجابة الدعوة، وأشكر إسماعيل فلاح إعلامي من الجزائر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم.